يا صباح السكر، يا صباح الهنا، يا صباح كل حاجه حلوه. عاملين ايه؟ وحشتوني. نازله حافيه ليه؟ الشباشب كلها كانت هنا. صباحكم قشطه، صباحكم عسل، صباحكم سكر. هو مش صباح، هو دلوقتي العصر هيقاس. انا نمت ساعه ما كلمتكم الصبح الساعه 8، فصحيين دلوقتي الساعه 2. اليوم ضاع، اليوم باظ، بس كان يوم حلو ومختلف. كان يوم حلو ومختلف وجميل. ربنا مش ايه دبوس كالعاده. طعم دبوس عادي اهو. حلوه جميله اهي. حاجه ينفع. مش عارفه الزرع ماله. الزرع ايه اللي حصل له؟ مالك يا زرعه؟ زعلانه ان انا مشيت وسبتك يا حبيبه قلبي يا فوتي. المهم انا جعانه، انا جعانه. هل دلوقتي الساعه 2 وشويه افطر اما اتغدى؟ بس جعانه دلوقتي، فاعمل لي لقمه واروح اجيب غدا. اجيب حاجه اطبخها على السريع يعني. اجيب ايه؟ لا مش عايزه اكل سمك. اكيد مش هيبقى نفسي اكل سمك، اكيد يعني. مش عارفه اطبخ بصراحه. افطر بس اعمل لي كوبايه شاي. افطر احنا ده غدا. انتوا فهمتوا اليوم الضغط يعني اليوم بتاعي امبارح نزل لكم. انا دخلت نمت الساعه 8 الصبح، فدلوقتي الساعه 2 العصر، الظهر، بعد الظهر. انا صاحيه بعد الساعه 2 بعد الظهر. اليوم ده يعني هيخلص هوبا كده. يلا يلا. ايه ده جايبين مزروع ده؟ انا عايزه ازرع هنا واخد راجل بيه. بس لما اقعد اول دايما هنا صبح عليكم. تعالوا. اه يا صباح الورد. الله. عايزه اقول لكم انتوا جاي عليكم مرحله هيبقى فيها فسيخ ورنجه، فمش عارفه انتوا هتستمتعوا. الريحه دي هتروح فين؟ فعايزاكم انتوا تكونوا اقوى من الفسيخ وتغطوا على ريحه الفسيخ. ده شفتوا دي طالعه لوحدها، انا ما زرعتهاش. يا هو عم سيد جابها. معقوله يكون ده اللب السوري بتاع العصافير؟ علي بيقول لي كده. بصوا حبات شمس والله. استني الجنينه سبتها لحد ياخد باله منها فما خدش باله منها. انا زعلان من زعلانين منه حقيقي والله. اصل انا ما احنا قصرتش معانا. ما بقيت وانا قصرناش مسافره والله. بعت له بزياده. ليه بقى المرض؟ حاجتك ما فيش حد يخاف على حاجتك. بس دي شغلته، هي مش حاجته، هو مش قريبنا. لا بقول مش ما جاي فيش حد يخاف يجاملنا، على هي دي حاجتك. شغلته. يلا خير. ما يرعاش ربنا في اكل عيشه ليه؟ ليه خانق الشجره دي كده؟ طب انا لسه هظبطهم، انا هظبطهم. الزرع الاصفر ده كنت جايباه. الزرع الاصفر ده كنت جايباه من واحد برضه من الناس اللي ما بتتقيش الا في اكل عيشه. بجد والله. دي خلاص بالفيلم بتموت. لا سيبي دي، سيبي دي نشف ولا يشاف. دي شجره قتيل. لا اسمها بشاميل. دي البشاميل. والله بشملة. ما كنت مرتاحه لها وهو بيجيب. والله طبعا. العصر ده، العصر ده يا مؤمنين، واحنا ما عملناش اي مصلحه اتخلقت. العصر ده الناس دلوقتي طبخوا وبيتغدوا، واحنا هنقوم ناكل. لسه نفطر ولسه هينزل نروح نجيب حاجه نطبخها. مش مشكله، مش مشكله. الايام الحلوه ما تتعوضش. الحياه مش كلها يعني طبخ وغدا. مش لازم يبقى حياتك روتينيه. انا جايه الايام دي، الايام اللي انا جايه فيها دي كلها مش عايزاها روتينيه. يعني الفتره اللي انا قاعده هنا فيها مش عايزاها روتينيه. زي ايام هاديه يعني. لا عايزاها ايام عادي عشوائيه. انا قلت هاديه عادي. عادي شكرا يعني. عايزه مثلا مش مهم اطبخ، عايزه اخرج الفجر، اخرج، عايزه كده يعني. ايه انت عايز بقى تقعد تنضف الحاجات اللي ماتت دي بقاء لله؟ ليه والله. امسك. تعرفوا غير ريب بلوم عشان نروح نجيب حاجه نطبخها. بصوا بقى انا جبت معايا ايه وانا جايه. بصوا بقى جبت شويه جبنه رومي. قالب جبنه رومي كنت قطعنا دين بنتي تاخده معاها وهي ماشيه
انا كنت عاطيه لسلمى سلمى ونادين. سلمى ادت لها ونادين نسيت تاخده، كان كبير شويه. قمت اسماء اخدت حته منه والباقي هناك في البتاع. وجبت ايه معايا وانا جايه؟ سخنتها في الميكروويف. بصي بقى، يا نهار تخن، يا نهار تخن. احنا نقضي اليومين اللي كده وبعدين كده ايه نظبط. بصوا بقى الفطير وحلاوه الفطير، وحلاوه الفطير بقى. بصوا ايدي على كله زبده، كله زبده. يلا بينا ناكل لقمه كده، وهنا زبده زبده وشيبسي وشاي. الشاي ده عامله العالي، انا هشرب نسكافيه وانا ماشيه في الطريق، بس انا اللي هعمله عشان ما عادش بحب الكابتشينو اللي بره قد كده. يلا بينا. لا هحبه ما انا هخرج اشرب ايه، هحبه. افطر معانا. نقول انزلي اشتريه اهي، حبه لبن مع معلقه نسكافيه. روقان. بصوا الروقان ده ماشي، قاعد بيمنتج وانا اروح اجيب غدا. الله اعلم هجيب غدا ايه، انا ونصيب انا مش عارفه. اللي هروح على ايه؟ شايفين الهوا. انا عايز اساله سؤال، يعني الصنايعي اللي كان قاعد بيلزق الرخام ده، معقوله شويه هوا يوقعوه؟ ليه كان لازقها بايه؟ بالبانه بجد والله. يعني انا خطرت في بالي، قعدت ابص لها كده، قعدت اقول هي ملزوقه بايه؟ في هوا مش هتسمعوني. يلا تعالوا نروح. اللي بيسالني بقى يا نشوى، هتنزلي بالهدوم بتاعت البيت؟ يعني احنا هنا في راس البر، راس البر يعني السوق جنب البيت، ننزل بالإسدال ننزل بالهدوم عادي، يعني عادي، الامور طيبه يعني. الجامع ده بيتبنى، كان من اسباب اختياري للمكان ده كانوا بيت حياه تسكن جنب جامع. ليه بقى؟ مش قوه ايمان ولا حاجه عشان ما حدش يتريق، لا. عارفه انت بيبقى في جنب الجامع كده تسمعي الاذان عمال على بطال، تشجعي لازم تسمعي الاذان تقومي تصلي. ربنا يهديكي ويهديني، ونقوم نروح نصلي التراويح، نصلي رمضان، نصلي فرض. ففرحانه قوي ان الجامع ده اتبنى، مع اني ممكن ازعل عشان ايه، هو قفل الطريق شويه، بس مش قافله يعني اصلا. بس جامع، فرحانه قوي ان انا بيبداوا يبنوا. يلا بينا نروح نجيب اكل. انا جيت اشتريت مقشه عشان عندنا تراب هنا كتير، واشتريت فراخ اشويها على الجريل. وانا بقى جبت حاجات اعمل مكرونه وايت صوص، ودي مش من اخلاقي ولا تلفيتي، انا ما بحبهاش، بس العيال بيحبوها، قلت اعملها لهم. بما ان احنا قاعدين بقى ايه في مصر، مصر يعني ايه، مكرونه وبانيه اهو، بس بانيه مشوي بقى، ومكرونه مش حمرا، مكرونه بيضه. غيرت من مبادئي، بدل البانيه المحمر اللي مقرمش اللي طعمه حلو هعملها بحته زبده على الجريل، وبدل ما المكرونه طماطم كده حلوه الصلصه بقى هعملها مكرونه بيضه بالوايت صوص. انا ما بحبهاش اصلا، بس يلا هنجرب النهارده. عملنا الحاجات دي. هعمل اول حاجه بطاطس في الفرن، بطاطس كده ايه في الفرن كده، عليها شويه زيت وشويه بهارات، ولو عندك اعشاب تبقى خطيره، بس ما عنديش، ودخليها الفرن. علي بيسقي الزرع، سامعين صوت الميه؟ بص بطاطس اهي، شويه ملح، شويه بابريكا، كتري البابريكا بتبقى حلوه فيها. لا استنى، انا عندي بابريكا مدخنه، دي مدخنه. شويه فلفل اسود، شويه كمون. حط لها بقى الزيت، هي عايزه ولا ميه ولا اي حاجه، دخليها الفرن وتطلع معاكي احلى بطاطس. بس خلاص، خفيفه وصحيه عشان مفيش فيها حبه زيت، ولو حطيتي حبه زيت زيتون هيبقوا احلى، وعملتي بطاطس صحيه. اهي دخلها الفرن بقى. الحمد لله اني جيت لقيت الانبوبه شغاله. الطاسه دي احط عليها شويه زبده واتبل عليها انزل عليها الفلفل المتبل.
مكعب زبده كده اهو. دي فراخ متبله مش فرزانه. انا كان نفسي يبقى في مكرونه قلم بس مش لاقيه هنا، فلقيت دي ومش عايزاهم يروحوا يشتروا، خلاص هعملها وخلاص. لما تستوي هتنزل دلوقتي من نفسها. حط بس شويه زيت وشويه ملح. دي تستوى ودي تستوى وخلاص، الاكل خلص في ثواني، والبطاطس في الفرن خلاص. ما تقلبهاش الا لما تاخد لون من تحت. حطيت حته زبده، بس حطي حته زبده محترمه شويه عشان الاكله دي هتطخنك 20 كيلو. لا ده زبده طبيعي ما بتطخنش، الزبده الطبيعي ما بتطخنش. بعد الزبده على طول وانا كده اهو تصديق. بصوا فص توم كده اهو، فص التوم بس صغنطوط هيديله طعم حلو للزبده. انا مش عايزه الزبده تتحرق بس مش هيتحرق ان شاء الله. زبده شويه لبن. بسم الله. حصل خير. يعني هي كوبايه بس، اسيب شويه دول احطهم على الكابتشينو. بصوا بقى اللبن اهو هنزل عليه بالدقيق المفروض، بس انا اول مره في حياتي استعمل دقيق، اول مره في حياتي استعمل خلطه البشاميل والحاجات دي، فهحط منها معلقتين بس او معلقه واحده. انا ما عادش استعملت الحاجات دي بصراحه، هي معلقه دقيق تبقى قايمه بالواجب كله. اللبن قبل ما يسخن اقلبها فيه كده. بصوا اهو اللبن عمل دابه خالص، احط عليه كريمه لباني او كريمه خفق او كريمه طبخ براحتك. في ناس دلوقتي بقى بيطبخوا بكريمه الخفق عادي، بيقولوا عليها حلوه جدا، فجربيها. بصوا اهو كريمه بقى مع الصوص البشاميل، احدقها بقى. انا هحط لها مكعب مرق هيدي لها طعم حلو. يا جماعه انا ماليش في الاكله دي، يعني انا يعني مش حريفه، محدش يقول لي نشوى لا انت غلط كنت تحطي ده مكان ده. انا بعملها بالبركه عشان دي مش اكلتي المفضله ومش بطبخها. البطاطس خلصت هطفي عليها كده على كله. شويه ملح، شويه فلفل اسود. بصي بقى شوفي تقلت ازاي، هتخففيها بايه بقى؟ بشويه ميه سليق المكرونه بس، وسيبيها تغلي بقى مع نفسها غلوه، هتتقل معاكي دلوقتي. ونزليها على المكرونه بس ما تحطي الجبنه، بس انا لما تتقل شويه. دي طريقتي في الوايت صوص، انا ماليش في الوايت صوص يا جماعه، انا ما بعرفش بتتعمل ازاي، فعدوها العيال اللي بيحبوها، انا لا بحبها ولا هي بتحبني. بصوا بقى البطاطس خطيره، حمين شوقانها. انا دي بالنسبه لي دي اللي هتدلعني. بسم الله. معرفش ليه بحس ان البطاطس بتتكلم. بصوا بتعمل اسمع هي بتقول حاجه بس محدش عارف هي بتقول ايه، او بتصوصو. وانا حطيتها نيه. انت لسه نيه ولا بتتكلمي ليه؟ انا مش ناقصه رعب، انت بتتكلمي ليه دلوقتي؟ ماشي، لما تخلصوا كلام مع بعض قولوا لي عشان اكلكم. يعني لو دراكوره ما اقول الجمله دي، لما تخلصوا كلام مع بعض قولوا لي عشان اكلكم كلكم مع بعض. شويه جبنه كده، وخليكي كريمه في الجبنه، جبنه شيدر على موتزاريلا عشان العيال يحبوها. الاكله دي كلفتني، انا لو كنت عملت دكر بط ومحشي ما كنتش اتكلفت الكريم اللباني والجبن، ويقولوا لي يا ماما احنا عايزين ناكلها من بره، والنبي كنت عملت دكر بط وحله محشي كان اوفر. بس
بس عيالنا تربيتنا، احنا تربيتنا تربيه زي العسل. ده كتر الجبن بقى اهو بص هي كلها جبن اهو. انا بقى مش عايزه انزل المكرونه عشان هتشرب الصوص كله، فانا هحطها في طبق واحط عليها من فوق. لا يا نشوى ما ينفعش، مش مشكله. غدا فرافيري مش شبهي ولا ذوقي ولا تبعي ولا ليها اي علاقه بيه خالص، ولا يمت لذوق نشوى بصله. ده بطاطس عملت ليها اسم بالانجليزي، اكتبوه انتوا بقى لنفسكم، ما تكتبوش انا مش عايزه اعرفه، يعني بقول انتوا عايزين تعرفوا. هي بطاطس كده حطيت عليها شويه زيت وشويه بهارات وتدخليها في الفرن، ولو عليها شويه تومه حته زبده خطيره. ماشي اهو، دي بطاطس صحيه. يود ليكي اول مقطع في الفيديو ان الست دي عامله دايت بقى وعامله اكل هيلسي، لا والله ده الاكل كله بزبده وجبنه وقشطه وكريمه وبهدله. بس ليه عملت دي معاها؟ عشان هم ولادي بيحبوا ياكلوا الاكله دي من مطعم غالي قوي هنا عندنا، فقلت اوفر واعملها لهم. فما شاء الله عليا، الله اكبر الله اكبر ما شاء الله عليا. دفعت حق الوجبه اللي هياكلوها بره 3 مرات في كريمه وجبنه وزبده وقشطه وهيصه، فبعد كده سيبهم ياكلوا بره عادي. معموله على الجريل كده يا نشوى، دي مقلايه مش جريل والله، هم فجاه مؤخرا سموها جريل فاحنا سميناها معاهم جريل عادي. لا الجريل حاجه ودي حاجه، سميها معايا عدي اليوم وسميها جريل عادي بالزبده. دي فراخ متبله ومتشوحه بالزبده. بصوا الزبده سايحه. شكرا. بصوا ولحد كده حلو يعني، لحد كده عادي. ممكن انا بقى اتعايش رغيف عيش واعمل لي الوجبه دي حلوه او رز، بس اللي جاي بقى مش ذوقي. انتي بقى نصيحه مني، خافي انتي عشان ما تزيديش في الوزن، عشان الدايت بتاعك لحد كده وستوب. انا بقى احب احط الزبده كده على الفراخ، معلش الزبده غاليه ومكلفانا صحتك يا نشوى اغلى من الكل، معلش. بصي يا ست الكل، المفروض دي بتقلبيها مع الوايت صوص، بس انا مش هقلبها مع الوايت صوص، انا هحط وايت صوص عليها من فوق. صوص كده بقى تنزليه عليها كده، شايفين عظمه. لو قلبتيها هينشف اكتر، بس هي هتكون شاربه الوايت صوص خالص. حطي بقى الوايت صوص جنبك، واللي بيحب يزود يزود. عارفه هي عايزه من على الوش ايه بقى؟ شويه ريحان عندي بره، فيبقى الطبق كالتالي. بصي بقى هنجيب، شوفي الصوص كله جبنه ازاي، تجيبي كده لازم تعيشي دور ان انت اجنبي. يا سلام، شوفوا الجبنه بتمط وبتلص اهو. تحطي كده ايه صدور الدجاج المشويه، ومعاها البطاطس وينجز، مش عارفه قلتها صح ولا لا، او كل وينجز مش عارفه، التانية اجنحه صح، معلش. بطاطس ونحط كمان فراخ، يلا كله بالزبده. استنوا ثانيه واحده، انا بقى حطيت لكم ريحانه فريش. بصوا طبق اجنبي، تكليف المطعم ب 6400 جنيه. بصوا المكرونه بتبظ وبتلص، تاكلي كده زي الناس الاتيكيت. تعملي ايه بقى؟ انا ماليش في الحاجات دي، انا عايزه اكل رز ومحشي، مش مشكله. العيال غصبوا عليا والله، العيال النهارده قالوا لي ماما احنا عايزين ناكل الاكله دي من مطعم، قلت اوفر. اجنبي انا. حلو خطيره. حلوه، بس انا لو منكم بامانه تعملوا بامانه، انا بحبكم وانتوا بتحبوني صدقوا. دي كده حاطه فيها دي كده، حاطه فيها دي كده كده اهو، كده اهو. تقومي عامله ايه بقى كده اهو، مين فاكر ان انا قلت له ان انا سايبه شويه اللبن اشرب بهم حاجه؟ احنا اتغدينا وخلصنا ومواعين مغسوله والدنيا زي الفل، فقلت بقى ايه كيس كاكاو كده، لقيت نانو كيس اسمه ايه ده، اللي هو يعني هوت شوكليت عشان احنا اجنبيين، احنا اجانب اصلا. هوت شوكليت حطيت له عليه معلقه نسكافيه زغنطوطه. انا بردانه وعندي سحلب، كنت داخله اعمل سحلب
فلقيت الهوت شوكليت قلت يلا اعمل هوت شوكليت، احط عليه معلقه نسكافيه عشان ايه، انا ده عشاي، انا مش هتعشى ولا هتعشى، بس ما كانتش حلو، مش هتعشى كده هموت. امال ايه دي؟ مش هتعشى؟ اشمعنى انا مش هتعشى؟ مش هتعشى عشان تدخل. عشان انا تخنت؟ ما يجراش حاجه، انا حلوه، تخينه حلوه، تخينه جميله، تخينه جميله، يعني تحرمني من الاكل عشان انا تخينه؟ كان زمان نشوة لو لمحت ان هي تخينه، ايام ما كانت تخينه قوي كانت تزعل. لما خست انت لما عارف خست يا دكتور. الوقت اقول لها انت تخنت وكده، ما افرح تاخد عادي. الكلام بهزار. عادي عادي، انا تخينه اهو، اللي انا يقول تخينه. اللي يقول لك ملاسه فيك، ما تاخدش في بالك ولا تسمع. فانت دلوقتي مش تخينه، عشان انت مش تخينه فمش مركزه لك الكلام. اول سنه صح؟ انا مش شرط عليك اصلا، احسن. بس انا اتعلمت ما قلتش. تشرب ليه شوكولاته؟ ايوه مش شوكولاته، عمال ما اتعشى، تعشيني. لا احنا لسه اكلين اهو. ما اكيد هيجي علينا ساعه، ما نبقى يجي الحل يا رب. اكيد هيجي علينا ساعه من الساعات نتعشى. انت راجل غير طبيعي بجد والله. ماما اعمل هوت شوكليت واجيلكم. بما ان من الواضح من الناس اللي ورا التصوير ان هم ناس ظلمه، حسبي الله، مش هيعشوني، هم مش هيعشوني. بصوا هقول لكم، بصوا المكرونه حله قد ايه، الفراخ اهي، البطاطس اهي، باين في التصوير اهو. بصوا حله مكرونه اهي، الفراخ ينفع اهي، في تجيبي الناتين وسفيان ياكلوا؟ يا رب، الفراخ اهي، البطاطس اهي. يعني انا مش محرومه، انا مش محرومه، انا عندي اكل وعندي عيش، عندي جبنه رومي، الحمد لله واكلين شبعانين، عندي فطير اهو، عندي فطير، عندي شيبسي، عندي خير ربنا، وزرع عندها زرعه. يعني انا مش محرومه عشان حد يقعد يشتري ويبيع فيا ولا التصوير يقول لي مش هيتعشي كفايه كده اكل. بس عادي يعني، بما ان مفيش عشاء، هو في عشاء بس هو مش هيعشوني، فانا هشرب الهوت شوكليت ده وانام. الله فيما رزق. تصبحوا على خير، انا هنام، جعانه ما اتعشيتش. انا هنام. نشوف الفيديو كله من اوله لاخره وانت بتاكلي، مش لازم توضحي، عادي يعني، اعملي نفسك مش واخده بالك وعدي، قولي اه يا نشوى حبيبتي انت مش هتاكلي، ركزي في التفاصيل. انا احب ادلع نفسي، بصي عارفه انت ايه، تنزلي القانون كده، تكتك بقى تكتك كده وانت قاعده بقى اوريكم انا قاعده فين، تعالي. ايه رايكم بالقعده بتاعتي بقى؟ روقان، هدوء، مفيش بني ادمين بتسمعي صوته، مفيش هدوء. وتصبحون على خير وصحبتكم السلامة، وتنامون متدفيون شبعانون متهنيون. تصبحوا على خير، كنت اقول على خيرون بس ما عرفتش. تصبحوا على خير، خيرون